على سيدنا محمد. دخلت اوضتي لقيتها ولا زريبة البهايم مكركبة ومانيش عارفة نعمل حاجة فيها خالص. وجوزي بقاله يومين واقف لي ويقول لي نضفي الأوضة يا مرة، مانيش عارف ننام ولا نقعد فيه. والله لو ما عملتيها وخلطيها زي الفل لنشهد أمي عليك نخليها تفضحك في البلد بحالها. قلت له لا يا أخويا اطلع انت منه وانا حنوريك هنعمل ايه. ودخلت على الأوضة يا وجع صودي ما بقيتش عارفة نبدأ فيها من انهي حتة. ورحت جايبة المراتب لفها زي السندوتشات كده. والمراتب بصراحة ربنا رخمة قوي وتقيلة، مراتب قطن بقى كأنها محشية زلط. قلت مش مشكلة لفتها لفة حلوة كده عشان خاطر نحطها في الشمس برضو في الهواء تتحمص كده وتنفش وتبقى حلوة. وبصراحة ربنا ما خدتش معايا وقت، طلعتهم لقحتهم في ضهي ورحت جاية بقى عشان خاطر نشوف هنعمل ايه. كانت الأوضة بايظة خالص، لا منشيل ولا منحط فيه بقالي يامي. وشلت المله لوح ورا لوح عشان خاطر كانت مندية كده ومصوفة. قلت برضو نرميها في قلب الشمس تتحمس ويبقى الخشب بتاعها جديد. وادي الدولاب يضرب يقلب، رحت مكملة عليه وملقحة اللي فيه في قلب الأرض. وجبت المكنسة بقى مع حتة خرقة وقعدت نفض في الشباك وفي الحياطين والدنيا كلها ترابة وعفرة ومنيلة بنيلة. كماني لما نحب ننظف يا نعمل الحاجة بذمه يا ما نعملش خالص. مسكت المكنسة بقى وقعدت نقش تحت السرير الوساخة والاكياس والزبالة، طلعت كلفتة حاجات قد كده. بس مش مشكلة، الواحد برضو لازم يعمل الحاجة بضمير يا بلاش. ورحت زقة السرير كده على جنب وكانسة برضو الحاجات اللي وراه، طلعت شوية برضو وساخة كده ركنتهم على جنب. ورحت بقى في الحتة ديت والله ما كنت بنعرف نوقف حتى نسرح شعري قدام السراحة. سايبة الحاجة كده ونقول هنعملها بكرة هنعملها كمان شوية ويوم يجر يوم والحاجة عمالة تتكركب اكتر. لكن ما بدهاش بقى نعمل الحاجة مرة واحدة وخلاص. ودول شوية دقيق كانوا مصوصين مركونين عندي بقى لهم فترة هنعملهم شوية كبابير ولا حاجة. ورحت جايبة خرقة بقى ومسحة الدولاب بشوية ملمح كده خليته بيبرق زي الجزاز. ورحت داخلة بقى على الكركبة المتنطورة في كل حتة دي عشان نرميها في الشارع. والله انا اخر لو خلقي دق على الحكايات اللي انا بنعملها دي هنعبي اوضة النوم كلها ونرميها في قلب الطرعة ونخلص منها وخلاص. وجبت الادراج بقى وقعدت نفضي ومش نفضي والكلام الفاضي اللي مش هنخلص منه في يوم المنيل دي. بس زي بعضه. اما نشوف الاوضة دي ناوية تتنظف ولا مش ناوية تتنظف. اني معاها للاخر واني غطيتي وغلسي والحاجة لما تغلس علي نحب نعملها برضه عشان خاطر اني عنيدة. وجبت البخاخة وقعدت نبخها على المراية خليتها بتلمع وبقت حكاية. بصراحة ربنا شفت نفسي كده قلت يا سلام ده انا بقالي زمن ما شفتش نفسي في المراية. ورحت جايمة بقى نشوف الأوضة ناقصها ايه تاني لسه ما تعملش. لقيت الركن دي في شوية كراكيب رحت شايلاهم بقى ومعلية الهمة وقلت نشتغل شوية بذمة. جبت بلاستيقاية وحطيت فيها المسحوق والمعطر وجبت الفرشة بقى وهات يا ضحك في البلاط. فضلت نحك فيه بقى لحد ما خليته زي القشطة. وجبت الشرشوبة وقعدت نمسح بقى كده بالراحة وبمزاج عالي لحد البلاطة ما بقت بتلمع معاي. والله زمان كان التسييق ده صعب، النسوان تنزل على البلاط بالخيشة وتفنس وتفتح فنيتها عشان خاطر يعرفوا يمسحوا البلاط وكده. لكن دلوقتي الحاجة بقت سهلة. ومسكت السكوتة بتاعت السرير فرطيه وجبت الطقم السرير حلو كده ورحت ملبسه للسرير. بسم الله ما شاء الله الحاجة معاي بقت بتلمع وجميلة والأوضة بقت ولا حتى أوضة العروس. والله ماني مخلية جوزي بيت فيه عشان يبقى يقعد يقول لي كاني وماني ودكاني الزلباني. أنا خليتها زي القشطة وما حدش هينام فيها غيري.